منذر الكبير يعيد جماهير الرجاء بخطوة مميزة. لاعب يخطف أضواء في الرجاء برقم مميز. خطوة مميزة من الزنيتي. مفاجأة مميزة من منذر الكبير لأنصار الرجاء. رخصة خاصة للاعب الرجاوي للدخول القفز الذهبي. دعوة دولية في الرجاء. البدراوي في ورطة بسبب 3 ملايير سنتيم. مكافأة خاصة من البدراوي للطاقم التقني للرجاء. قرارات جديدة لمدرب الرجاء بعد الفوز على السوالم. الجامعة تحدد فترة الميركاتو الشتوية. السلام عليكم متابعي قناة الشعب الرجاوية. في نشرة إخبارية جديدة أطلب منكم طلب بسيط، هو ضغط على زر لايك أو زر الإعجاب لتساعد الفيديو بالظهور لرجاويين جدد. شكرا على دعمكم. أكد منذر الكبير أنه يستغل فترة توقف البطولة الوطنية من أجل تصحيح مجموعة من الأخطاء في المجموعة. وقال مدرب الرجاء إنه سيقوم بوضع تقييم شامل للمجموعة، ومن ثم تقييم مستوى كل لاعب على حد من أجل تحديد المجموعة ككل. وتابع أنه يحبذ القيام بمراجعة أوراق الفريق وهو منتصر أفضل من أن يقوم بها وهو منهزم. وتابع في تصريح صحفي عقب مواجهة فريق شباب الرياض السالمية أن الفوز لا يجب أن يخفي التناقض الذي يعاني منها الفريق. وشدد مدرب الرجاء على ضرورة تصحيح مجموعة من النقاط داخل المجموعة للحفاظ على النتائج التي حققها في الدورتين الأخيرتين. وواصل فريق الرجاء تألقه وصحوته بعد فوزه أمس السبت على مضيفي شباب الرياض السالمية ب4-1 في مباراة التي جمعتهما بملعب البشير بالمحمدية لحساب الجولة الثامنة من البطولة الوطنية. يواصل محمد الناهري لاعب فريق الرجاء بعدما بات هداف الفريق الأخضر الأول هذا الموسم في البطولة الوطنية. وتمكن اللاعب الناهري من رفع رصيد أهداف هذا الموسم إلى 5 أهداف. وسجل اللاعب الناهري هدفه الرابع خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيري شباب الرياض السالمية بملعب البشير بمدينة المحمدية. وأحرز اللاعب الناهري الهدف الأول للرجاء بالدقيقة 25 من ضربة جزاء لتكون الرابعة تواليا له هذا الموسم. وشارك اللاعب المذكور في 7 مباريات رفقة النسور الخضر وسجل 5 أهداف ومنح تمريرة حاسمة لأحد زملائه. واستطاع اللاعب ناهري من تسجيل هدفه الرابع بالبطولة الوطنية ليتساوى بذلك مع كل من نجم أولمبيك آسف عبد الله وديارة لاعب شباب المحمدية أساف الملوية وهداف شباب سوالم مصطفى الصهد. عرفت المباراة التي جمعت أمس السبت فريق الرجاء أمام مضيفي نادي شباب السوالم حضور أنس الزنيتي في المدرجات لمساندة زملائه لتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة. وتابع الحارس الرجاوي المباراة من مدرجات ملعب البشير بالمحمدية، وذلك رغم خضوعه لعملية جراحية بسيطة بالمنظار بداية الأسبوع الجاري. ونالت هذه البادرة إعجاب الجماهير الرجاوية حيث أشادوا بحارس مرمى النسور الخضر والذي قدم دعمه لزملائه في الفريق. وكشف فريق الرجاء في بلاغ مقتضب عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن الحارس الأول للفريق الزنيتي خضع لعملية جراحية بسيطة بالمنظار. واختتم البلاغ إلى أن الزنيتي سيخضع لراحة علاجية لن تتجاوز 7 أيام يلتحق بعدها مباشرة بالتدريبات. أكد التونسي منذر الكبير أن المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ستكون قوية. وقال مدرب النادي التونسي في تصريحات خاصة لصدى البلد المصرية: هذه النسخة تضم العديد من الفرق الممتازة والجاهزة والتي حضرت نفسها بشكل جيد للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا بجانب الفرق الكلاسيكية التي تنافس في الأدوار المتقدمة في كل نسخة. وأضاف المتحدث نفسه: التتويج بلقب دوري أبطال ضمن أهداف النادي الأخضر هذا الموسم رغم صعوبة الأمر، غير أننا سننافس على الألقاب. تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال يوم 16 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. منحت إدارة نادي الرجاء رخصة خاصة للتوغولي روجي أوهولو متوسط ميدان الدفاع للفريق الأخضر تتيح له السفر لبلاده بداية من يوم الأحد. وعلم أن روجي أوهولو صدر الرخصة المذكورة للسفر لبلاده مباشرة بعد نهاية المباراة التي سجمعت فريق الأخضر بضيفه شباب رياض السوالم. وأوضح المصدر ذاته أن المدافع الطغولي قرر استغلال سفره لبلاد لعقد قرانه نهاية الموسم على أن يعود بعدها رفقة زوجته
مدينة الدار البيضاء. يذكر أن منذر الكبير مدرب منتخب التونسية منح عطلة خاصة للاعبي مدتها 8 أيام. وجه باتريس نوفو مدرب منتخب الغابونية يوم الجمعة الدعوة لأكسل مايي مهاجم الرجاء الرياضية من أجل خوض مباراتين إعداديتين أمام كل من السيراليون والنيجر. وشهدت قائمة الفهود تواجد مايي الذي فقد رسميته داخل الرجاء بعدما عجز عن التهديف منذ انضمامه إلى الفريق الأخضر خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادما من اتحاد طنجة. وسيخوض الغابونية مباراتين إعداديتين في تركيا أمام سيراليون في 7 نوفمبر الجاري وال20 من شهر ذاته وبالضبط بأتلانتا. ويتعرض مايي لأكسل مايي من الانتقادات من طرف جمهور الرجاوية بسبب سوء مستوى مع بداية الموسم الكروي الجاري. كشف مصدر رسمي في المكتب المديري لنادي الرجاء أن مجموع المستحقات المالية التي يطالب بها لاعب سابق في الفريق الأخضر يتجاوز مجموعها 3 ملايين سنتيم. واستغرب المصدر ذاته استقبال إدارة نادي الأسبوع الماضي دفعة واحدة مجموعة كبيرة من رسائل الإنذار التي بعث بها لاعب سابق لرجاء الرياضية والتي يهددون من خلالها باللجوء إلى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي الفيفا والجامعة الملكية بخصوص مستحقاتهم المالية العالقة بذمة الفريق بعد مغادرتهم للوزيز نهاية الموسم الكروي الماضي. وشدد المصدر ذاته أن المكتب المدير للرجاء يتعامل بجدية مع تهديدات لاعبيه السابقين وأنه دخل في مفاوضات مع عدد كبير منهم من أجل إيجاد حلول مرضية توافقية لتجنب منعه من دخول سوق الانتقالات الشتوية. يذكر أن فريق الرجاء توصل خلال الأسبوع الماضي بعدة انذارات تلزم بإعلاء مستحقات مجموعة من لاعبي السابقين من بينهم محسن متولي، عبد الجليل جبيرة، زكريا الوردي، حميد حداد، فابريس نقوم، عبد الإله الحافظي، وسيف الدين العلمي، وبدر بالهرود. سافر مدرب الرجاء منذر الكبير صباح اليوم الأحد إلى تونس تزامنا مع توقف منافسة الدوري الاحترافية الذي فرضه دخول المنتخب الوطني الأول في الاستعدادات الأخيرة تأهبا لمشاركته في مونديال قطر. وكشف مصدر أن عزيز البدراوي رخص لمدرب التونسي منذر الكبير السفر لبلاده والاستفادة من عطلة خاصة تزامنا مع توقف منافسة الدوري الاحترافية على أن يعود لاستئناف عمله بداية من 14 من شهر الجارية. وأوضح مصدر ذاته أن منذر الكبير غادر المغرب واتجه صوب تونس العاصمة صباح اليوم الأحد رفقة طاقمه المساعد المكون من خالد الملهوي مساعد الأول ومجد السيفي ووليد جباس المعدان البدنية للنادي الأخضر وحسن البجاوي مدرب الحراس. وقرر مدرب الرجاء راحة لاعبي بداية من يوم الأحد 6 نوفمبر ولمدة أسبوع من نظر إلى المجهودات التي بذلوها طيلة الأسابيع القليلة الماضية في التدريب الجماعية. قرر التونسي منذر الكبير منح لاعبي عطلة خاصة وذلك بعد المباراة القوية التي جمعتهم أمست بنادي الشباب الرياضي السوالم برسم الجولة الثامنة من الدوري الاحترافية والتي حسم الفريق الأخضر بفوز مستحق. وقرر إراحة لاعبي بداية من يوم الأحد ولمدة أسبوع بالنظر إلى المجهودات التي بذلوها طيلة الأسابيع القليلة الماضية في التدريب الجماعية قبل عودتهم لاستئناف استعداداتهم لما تبقى من منافسة الموسم. وسيعود لاعب الرجاء لاستئناف تدريبهم بملعب الوزيز بداية من يوم 14 من الشهر الجاري للاستعداد لمباريات الدوري الاحترافية ودور مجموعات مسابقة دوري أبطال إفريقيا. يذكر أن الرجاء حقق فوزها الثاني على التوالي والثالث له هذا الموسم. حددت الجامعة الملكية المغربية تاريخ 3 من شهر يناير المقبل موعد الانطلاق فترة انتقالات الشتوية والتي ستستمر لغاية 31 من شهر نفسه. وأوضح مصدر أن الجامعة الملكية المغربية وباتفاق مع العصبة الوطنية الاحترافية ستفرض شروطا مشددة من خلال لجنة مراقبة مالية للأندية إذ أن الأخيرة ستكون مطالبة بوضع ملفاتها التي وجب أن تتضمن مجموعة من الوثائق
حتى يتسنى لها تسجيل عقود احترافية جديدة. وكانت الجامعة الملكية قد ألزمت في وقت سابق كل الأندية البطولة الاحترافية بتقديم جرد مفصل لميزانية وتتضمن المداخيل والمصاريف قبل السماح لها بعقد صفقات جديدة خلال الميركاتو. وباتت الجامعة الملكية تشدد في الموضوع انتقالات اللاعبين، وأصبحت تلزم الأندية بأن لا تتجاوز التكلفة المالية سقف الكتلة الأجورية مع مقارنتها بالملف المالي التي توصلت به اللجنة في فترة الانتقالات الصيفية.